سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الوحده 11 والمخرج محمد نصر الدين. جمهور كبير جدا النهارده موجود في استاد القاهره. ودي واحده طويله في اليمين لسامح حسني، هيرفع العرضيه والعرضيه الارضيه. يا خراب، سيد هيرفع طريق، يلا طيب، وادي العرضيه على الناحيه الثانيه وهي دي بقى، هوبا خراب. حلوه ترجع لوائل الجمعه، يرفع وادي العرضيه حلوه، هوبا يا عيني، يا سلام هي من ناحيه الشمال. هيلعبها كالعاده ابو تريكه، هيلعبها صغيره لطارق السيد اللي هيرفع، وادي العرضيه حلوه اهي، هوبا من القلب، يلا بقى هوبا يا نهار ابيض. لابو تريكه مره ثانيه طويله حلوه جدا في اليمين، يلا يا رجاله شويه، ماشي اسلام الشاطر ماشي، وادي التسقيطه العاليه الحلوه اهي، وهي دي بقى يا نهار ابيض يا اسامه. حيطه وقف، ضربه حره مباشره يا مساعد، وداخل هوبا نعيط ليه يا ابني؟ خلينا في الماتش. لكن روعه يا ابو تريكه في الدقيقه 29 محمد ابو تريكه. ياه، هدف جميل على شمال احمد الجواشي، حطها بخبره جميله، حطها باناقه ولياقه، هدف اخر فكاكه. روعه يا ابو تريكه، 1-0، فك الاشتباك لطارق سيد، اظبط وعلق، ظبط وعلق والتعليقه وهي دي بقى، هوبا الله عليك يا ابني، الله عليك يا اسد، الله عليك يا لعيب. حلوه ضربة رأس جميلة تعوض كل اللي فات ننساه بعد ضربة الرأس الروعة دي. يا سلام، احمد الجواشي ما توقعهاش، عملها طارق سعيد جميلة، ارتقى الجميع، فلافيو ضربها في ايد الجواشي. حلوة. يحدث اي تغيير في صفوف النادي الاهلي، وتغيير واحد في صفوف الصفاقسي التونسي بخروج اتشولا رقم 28 ونزول الهمامي رقم 13. من ناحية يمين اسلام الشاطر، طويلة ارضية منقولة، خطيرة جدا، وفي ايه ما تجيش حاجة. فلافيو اتشد واضحة جدا هنشوفها في الاعادة. حلوة لفلافيو في الشمال، يلا يا فلافيو فرجنا، فلافيو عايز يعدي مع المرداسي، عدى هوبا. حلوة يا ابني، والله حلوة يا فلافيو. في اليمين امير الحاج عرضية، والهدف ده اللي انا كنت خايف منه. وخدها لاحمد صديق في اليمين، يلا يا احمد، ويلعب العرضية الحلوة في اليمين، وادي فلافيو. ايه الجمال ده يا فلافيو، حلوة طار في وسط 2، روعة يا ابني والله، طار في وسط 2 احلى دخل الهدف دي، والله ما كان حد يقدر يكلمه في مصر كلها ولا في انجولا. ضربة حرة من ناحية الشمال، هيلعبها بيمين ابو تريكة والتحركات، وادي العرضية الحلوة هوبا واهي، يلا لكن تطلع والحكم بيبص في ساعته ولسه ما صفرش، طويلة في اليمين ويطلق في هذه اللحظة.